أنا مبسوط خالص بالإخوة الشمامسة وعمل ربنا معاكم. مبسوط إن هم بيحفظوا الألحان بيستمروا في الألحان. وهنا كان في المعلم لينا، وكان قبل كده المعلم جبرة، مش كده؟ يعني ربنا يحافظ عليكم. واستفادوا بالمعلم فادي، المعلم فادي درس والأصوات الجميلة. وأنا مبسوط خالص إن يتبنى الأولاد الحلوين دول، وأنتوا كمان الأهالي مبسوطين أكيد لما بنشوف أولادنا ملتزمين في الكنيسة وشمامسة، حاجة بتفرح قلوبنا. أنا أحفادي بوقفهم جنبي مش عشان أقول دول بقى أحفادي ومظهرية ولا، أنا وقفتهم جنبي عشان أقول الأولاد الصغيرين اللي عندهم الغيرة ويحفظوا الألحان. ودي اللي علمها لنا البابا شنودة، ربنا يريح نفسه. ابن ابونا انطونيوس كان انطون، كان يا دوبك عنده 3 سنين، ويمكن شفتوه الفيديو ولا شفته بعدين يعني. ايه ابابي، وكان اسمك نظير، كنت طفل صغير وكان اسمك نظير. انا استغربت الناس بعتوها لي وانا شايله. كان في عيد فلوس قداسة البابا سنة 83. أنطون كان عنده 3 سنين. فالبابا شنودة يعني كنت أجيب كرسي وأقفهم في الاجتماع بتاع قداسة البابا يوم الجمعة زمان، وكان البابا يشجع. فدي حاجات بتشجع الأولاد. خد النيل استونيا، حتى لو الأب والأم بعاد عن الكنيسة هو اللي هيجيبهم، مش كده؟ فحافظوا على أولادكم وما تخلوهمش يكسلوا، وانتوا تقوموا بدري معاهم وتجيبوهم الكنيسة وهم يجيبوكوا الكنيسة. الحقيقة أنا بشكر الآباء كتير قوي على محبتهم، طولنا عليكم، بس أنا قلت بقى هنقول بقى ألحان. والآباء الحقيقة رتمهم سريع جميل، عطانا فرصة إن احنا نطلع بدري برضه، يعني ما تأخرناش. الدرس بتاع كبار السن، كبار السن 50 بس كلهم شباب. هم شباب طبعا كل دول اساسا. انا منضم ليكم على فكره. الشاب ده الشايب هو الشاب. انا بس عاوز اقول لكم احنا عاشرنا معلمين كتار، كل ما الانسان يقول الحان ما يبانش عليه السن. عشان كده عاوز الستات تحفظ الالحان عشان هم من يحبوا ان ما يبانش عليهم سن. الستات ما يبانش عليهم السن طبيعي طبعا، مش مشاكل. لا بس لو حفظوا الالحان، الموسيقى بتاع الالحان بتدي غذاء للروح، والروح لما تبقى متغذيه الشكل الانساني يتغير، شكل الانسان يبقى جميل. انا كان شكلي جميل شويه بس بنكبر في السن طبعا. انا سني زي البابا خالص على فكره، بتهيألي مش واخدين بالكم. لكن اللي ما بنشكر ربنا، ما بحبش اشيل من حد، ولو زعلان من حد اطلع اللي على طول قدامه واسكت، اطلع المحزون اللي كان مزعلني واسكت وانسى. فانا عاوزكم تعملوا كده. خليكم شايفين الدنيا، الحروب والمجاعات والزلازل. ده كان في زلزال في إيران زي ما بيقولوا، سمعت كده، واحنا عندنا زلازل بس على خفيف. بس مصر محفوظه بايه بقى؟ بوجود الاباء الحلوين، وجود الشمامسه اللي حافظين، وجود الشعب اللي يجي يصلي. ربنا يبارك في كنيستكم الجميله. بيقولوا لي من سنه 1881 حتى حجر الاساس بابا كيرلس الخامس. طبعا 1887 اتبشرت بايد الانبا ايرام القديس. ايوه، ورسم اول كاهن لينا. انا محظوظ النهارده ان انا جيت، عشان كده بنشكر الاخ. انا دايما بقول بتاع تيسير، لكن هو اسمه تحسين. انا عرفت الموضوع ده. احنا عايزين منك خدمه. نعم، عاوزين معلم. احنا نيجي نتعلم. انتوا كنيسه محظوظه الحقيقه، يعني المعلم جبره انا كنت اسمع عنه
المحافظه كتمارس ويعرف اليوم النهارده بيستلف منين، مش كده؟ وانا متهيألي كان اخته اتجوزها المعلم اسعد بعد طرخانه.